احنا بنستغرب لما نلاقي ناس بتسيب اللي بيحبها بجد وتروح للي بيأذيها وتتوحد مع المؤذي، فيقول لك اصل هم كانوا بيضربوني وانا صغير عشان خايفين على مصلحتي. انا بزعل قوي لما يكون عندي جلسات مع مراهقين او اطفال فيقعد يبرر الاذى اللي هو بيتعرض له، زي مثلا ان الاب والام بيقهروه في كل اختيارات، يعني هو ممنوع حتى يختار هدوم رغم انه مراهق، فهو يقول لي بس اصل هم اضرب مصلحتي. هم اضرب مصلحتك تلبس التيشيرت ده ولا التيشيرت ده؟ هو بيبرر لاي حاجه ممكن تتعمل. فالقهر والسيطرة وإلغاء شخصيته تماما هو بيعتبرها حب، زي ما يوسف في المسلسل اعتبر إن تصرفات وسام معاه الغير سليمة كانت حب. فيطلع الشخص المأذي أو اللي عنده اضطراب في التعلق يهرب من العلاقات السوية ويروح يعمل علاقات غير سوية، يرتبط بالشخص المسيء ويهرب من الناس الطيبة ويبرر للناس اللي بتأذيه ويحبهم جدا. هو شايف إن ده نموذج متطابق مع اللي حصل لي وأنا لسه في الطفولة.